وزي ما عرضنا فشلهم وكوارثهم في البطولات اللي فاتت، فانا يا عم هكلمك عن اكتر بطوله عملوا فيها اداء وكانوا قريبين من حسم اللقب، وكلامي هنا عن يورو 2020 اللي كان بيتلعب على ارضهم ووسط جمهورهم. فتعالى لي بقى عشان اعرفك عملوا ايه في البطوله دي. مبدئيا كده انجلترا وقعت في المجموعه الرابعه مع كرواتيا واسكتلندا والتشيك، والماتش الاولاني كان مع كرواتيا وخلص بالعافيه 1-0. وفي الجوله الثانيه لعبوا قدام اسكتلندا والماتش خلص تعادل سلبي، وفي الجوله الثالثه لعبوا قدام التشيك وكسبوا بنتيجه 1-0. وصعدوا كأول مجموعة. وفي مراحل خروج المغلوب دور ال16 وقعوا قدام ألمانيا، والماتش كان رايح جاي بين الطرفين وكل طرف كان قادر ان هو يهدد التاني، بس انجلترا بتكون هي صاحبة الحسم وبتخلص الماتش بنتيجة 2-0. عشان يوصلوا دور الثمانية ويلعبوا قدام اوكرانيا، والماتش خلص بنتيجة 4-0، ودي المباراة الوحيدة اللي فعلا لعبوا فيها كورة بجد. وبعد دور الثمانية هيوصلوا لنص النهائي قدام الدنمارك. الماتش كان مقفل من الطرفين وكل طرف كان بيلعب على الدفاع، والماتش خلص في الوقت الاصلي 1-1 عشان تبدأ الاشواط الاضافية اللي مش هيحصل فيها اي حاجة جديدة، نفس الدفاع من الطرفين لحد ما انجلترا هيجي لها ضربة جزاء مشكوك فيها شوية، والى يومنا ده عليها جدل كبير هل هي ضربة جزاء ولا لا. بس على العموم انجلترا بتحسب لها ضربة الجزاء وبتسجلها علشان يوصلوا للنهائي قدام ايطاليا.